السلام عليكم. انا هوريكم طريقتي في عمل الكبد والقوانص. يعني اهم حاجه في الكبد والقوانص دي طريقه تنظيفها. انا بغسل الكبد، بنضفها زي ما شفتوا كده، بس بغسل الكبد لوحدها وبقطع القوانص كويس وبقطعها رفيع وبغسلها، بحط بقى عليها خل ولكن بحط على الكبد ليمون، وطبعا بغسلها بالدقيق كويس جدا لغاية ريحتها ما تبقى زي الفل. الاول بعمل صدمة كده للكبد، بحط عليها التوابل، فلفل اسمر وملح وكمون وبعدين بعد لما تاخد لون كده وتبقى تقريبا خلاص استوت بشيلها، بحط مكانها القوانص وبتغلي بتستوي شوية، ببقى خلاص عرفت انها استوت، لانها يعني مش عايزة تبان انها القوانص، تبقى مستوية برضو قريبة من الكبدة، وبحط لها التوابل بتاعتها. وبعد كده بقى نحضر التسبيكة بتاعتها. حط الزيت، وده بصل مبشور كنت حاطاه في الفريزر، بجهزه لما اكون عايزة اعمل اكل بسرعة، وعليه الثوم، وهتشوف طريقة تعجبكم جدا وطعمها بيبقى تحفة لما بتتعمل بالطماطم كده وتستوي فيها على الهادي. والتوابل طبعا التوابل اللي عندك، ده جوز الطيب وملح وفلفل وكزبرة. وبعد كده انا حطيت كمون برضو تاني. فبعد ما تتعمل كده هحط الاول القوانص اتلسعت مني، بس انا قلت برضو هكمل الفيديو، فانتوا اعتبروها كأنها ما اتلسعتش، وقلت هكمل وهي نصيبها في الاخر بقى. طلعت حلوة ماشي، ما طلعتش حلوة هنرميها، بس فعلا طلعت تحفة والله ما باتت. يعني في العادي بياكلوها ويتبقى شوية ومش عارف ايه، بس هما بيحبوها محبشة وحراقة، فانا كملت كأنها ما اتحرقتش. ولازم نهدي النار. القوانص بتبقى متقطعة لكن الكبدة تكون سليمة، او على الاقل يعني مفصولة عن بعضها، لكن مش متقطعة صغير. وبعد كده بحط عليها فلفل اخضر حراق بارد زي ما انتي عايزة، بس طعمها بيبقى حلو قوي. ممكن كمان لو عايزة تحطي عليها ليا في السوا يعني. يا رب الأكلة تعجبكم، بألف هنا والشفا. سلام عليكم.